اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هقول لكم على شويه نصايح عشان نستخدم البنزين والفرامل بطريقه صحيحه ونتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل لنا لو استخدمنا البنزين والفرامل غلط. وايه هي الاخطاء اللي بتحصل وانا بستخدم الفرامل والبنزين؟ اول حاجه، لما تيجي تدوس على الفرامل او على البنزين ما ينفعش تروح تدوس برجلك على طول بشكل مباشر زي كده. الصح ان احط الاول رجلي على الدواسه والمسها وبعدين اضغط بالشكل ده. يعني لو رجلي على البنزين انقلها الاول على الفرامل والمس دواسة الفرامل وبعدين اضغط، ولو رجلي على الفرامل برضو انقلها الاول على البنزين والمس دواسة البنزين بالشكل ده وبعدين اضغط او ادوس كده. والفرق هنا ما بين اني اروح ادوس على طول او اضرب الدواسة على طول بشكل مباشر وما بين اني احط رجلي الاول والمس دواسة البنزين كده، انا بقدر احس انا دوست قد ايه، غير لما اروح اضغط مره واحده كده بشكل مباشر انا مبقاش عارف انا دوست قد ايه، فالدوسه بتيجي معايا بزياده او بدوس بنزين مره واحده او فرامل مره واحده، وده طبعا مش صح. طول ما رجلك مش بتستخدم البنزين خليها على الفرامل حتى لو مش دايس فرامل، عشان لو احتجت لها تبقى لامسه الفرامل، ولما تيجي تدوس ما تلاقيش نفسك اتفاجئت ودوست مره واحده فرامل جامد وتفاجئ اللي وراك. وطبعا بما انك مش دايس بنزين ففي سبب اكيد مخليك تهدي، ونفس السبب ده ممكن تحتاج تهدي اكتر وتدوس على الفرامل. تالت حاجة، لما تكون داخل شارع يمين والطريق مش مكشوف كويس قدامك خلي رجلك على الفرامل عشان لو اتفاجئت بحاجة تقدر تهدي، لان كده رجلك بتكون لامسه الفرامل ومستعد ان انت تهدي، فكده هتقدر تهدي بشكل تدريجي او تقف تدريجي من غير ما تفاجئ اللي وراك. زائد انك بما انك جديد في السواقه فوارد لا قدر الله لو اتفاجئت بحاجه تتلخبط وتدوس بنزين بدل الفرامل. رابع حاجة، لما تكون بتهدي لأي موقف والموقف ده ينتهي أو يخلص، زي إنك تكون بتهدي عشان عربية هدت قدامك والعربية بدأت تبعد خلاص، أو تكون بتهدي المطب والعربية نزلت من على المطب خلاص، ابدأ انقل رجلك على البنزين على طول عشان تقدر تاخد سرعتك بشكل تدريجي وما تلاقيش مثلا اللي وراك بيزمر لك فتبدأ تدوس على البنزين جامد أو مرة واحدة فتلاقي العربية جريت منك بشكل مفاجئ، وده طبعا مش صح. دي كانت اهم النصايح واهم الاخطاء اللي ممكن نتجنبها واحنا بنستخدم البنزين او الفرامل عشان نستخدمهم بشكل صحيح وامن. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير، وشكرا على المتابعة.